الحياة أحيانا مش عادلة، أو خلينا نقول دايما مش عادلة. من ساعة ما كانت بتخليك تصحى 8 الصبح عشان تلحق طابور الصباح، أو تفضل مستني الأتوبيس عشان تلحق أول محاضرة عندك اللي انت كالعادة متأخر عليها، لحد ما بقيت تحاول تخلص كل التاسكات اللي عندك في الشغل قبل الديدلاين. بس عمرك سألت نفسك ازاي تغير حياتك؟ لما كنا صغيرين أبائنا ومدرسينا هم اللي كانوا بيحددوا أهدافنا وطموحاتنا للمستقبل، بس لما خلاص كبرنا الوضع اختلف خالص. بدأنا إحنا اللي نحدد أهدافنا والطريق اللي إحنا عايزين نكمل فيه، بس للأسف الحياة دايما مش لونها بامبي. كلنا بنحب النهايات السعيدة، بس هل ده بيحصل في يوم وليلة؟ دايما بنهمل إن ورا كل نجاح كان في قصة كبيرة مليانة تحديات وصعوبات كانت هي السبب في الإنجاز ده، وده من أهم أسباب فشلنا. أحيانا كتير بيكون عندنا هوس بالنتيجة وبننسى وبنبدأ نتخيل تخيلات غير واقعية. التخيلات ديت ممكن تكون السبب في فشلك، وتخليك دايما في مقارنات مع أي حد وصل للهدف اللي انت عايز توصل له. ممكن تخليك كمان تحقد عليه من غير حتى ما يكون عندك أي فكرة هو عمل ايه ولا ضحى بايه عشان يوصل للمكانة اللي هو فيها دلوقتي. طب ايه اللي هيحصل بقى لو غيرنا طريقة تفكيرنا وبدأنا نهتم بالرحلة نفسها مش بس الوصول للهدف؟ كلنا بنواجه الفشل اللي هو بالنسبة لنا الشعور بالخذلان، أو مثلا إن في فرصة كبيرة ضاعت مننا. وكتير مننا بيعتبر إن الفشل سبب للانسحاب أو إن إحنا ننسى أهدافنا بشكل كامل. بس اللي ما تعرفوش إن الفشل دوت هو أصلا أهم أسباب نجاح الرحلة. الموضوع عامل زي ما يكون عندك مدرس في المدرسة بيعلمك إزاي تتعلم من أخطائك وما تقعش فيها تاني، بيخلينا نبص لحاجات عمرنا ما أخدنا بالنا منها، وبيجبرنا كمان إن إحنا نعيد حساباتنا ونشوف إيه المهارات اللي ناقصانا ونحاول نكتسبها. الفشل بيكون عامل زي القلم اللي بينزل يفوقك، فما تقلقش من الفشل، شوف عملت ايه غلط وراجع نفسك واكيد هتبقى احسن. مع سرعة العالم دلوقتي وتطور التكنولوجيا ما بقاش من صفات الانسان الصبر. كلنا بندور على نتيجة سريعة ولحظية لأي هدف في حياتنا، وده طبعا ما حصلش من يوم وليلة. كل ده حصل مع توجه العالم للريلز والشورت فيديوز. بدأنا ندور على طريقة نشبع بيها رغباتنا بفيديو بأقل من 60 ثانية. بقيت تنام وتصحى تسمع قصص جديدة بتاعت نجاح وتطور في العالم كله، وانت شايف نفسك لسه قاعد في مكانك ما اتغيرتش. وده طبعا أثر على صبرنا وخلينا دايما ندور على التغيير الأسرع والأنجز. مش مهم التجربة ولا الرحلة، المهم النتيجة اللحظية اللي تحسسنا بالإنجاز والفخر واحنا أصلا لسه في بداية الطريق. بقينا نفضل نتفرج على ريل مثلا بيتكلم عن التربية بدل ما نقرا كتاب هيكون فيه استفادة أكبر وتجربة أحسن، وده خلى الإنسان ما بقاش عنده صبر يعمل أي حاجة. كلنا فاكرين إن الصبر مجرد رفاهية، ما يعرفوش إن هي ضرورة بتحمينا من قلق العالم السريع، وإنه بيعلمك الحكمة ويخليك تاخد قرارات صح ما تندمش عليها. مش لازم القرارات دي تكون ليها نتيجة سريعة أو إنك تحس بيها في وقت قريب. ممكن تاخد قرارات ما تشوفلهاش أي نتيجة، وممكن الموضوع ده ياخد أيام وشهور وممكن كمان سنين. طب هتقولي انمي ازاي المهارة دي عندي يا طنطاوي؟ هقولك يا حبيبي الصبر جميل. عشان تتعلم اي حاجة محتاج انك انت تبدأها بشكل صغير ومع الوقت هتكبر، فابدأها ببساطة وحاول مثلا تسمع كلام حد من غير ما تقاطعه، تكون عايز فعلا تسمع هو عايز يقول ايه من غير ما يكون هدفك كله انك تسمعه علشان ترد عليه. ومع التدريج هتبدأ تفهم مع نفسك ازاي تكون صبور وتعرف تسيطر على حبك للنتيجة اللحظية. الكسل يعني صوت بداية أي مسلسل في نتفليكس، أو نومة بعد الظهر اللي بيتمناها كل إنسان، أو حبنا للأوضة وهي مكركبة. خلينا متفقين إن الكسل حلو، بس لو عايز تضيع نفسك. أعتقد مش محتاج أعرفك قد إيه الكسل وحش وهيدمر حياتك والكلام ده كله، بس أنا جاي أقولك حاجة جديدة. كسل ممكن يكون مفيد، أنا بقول ممكن، مش شرط يعني. بس من الاخر يعني خلص الشغل اللي عليك وحرك نفسك كده علشان بعد كده تبقى تفكر في الكسل. احيانا الواحد بيكون محتاج ان هو يفصل شويه، الكسل بيكون هو الحل المناسب للمواقف ديت. جربت مثلا تفضي دماغك وترتاح من الشغل الكتير اللي بتعمله او المفروض يعني تكون بتعمله؟ ده هيساعدك ان يكون عندك قابليه اكتر للشغل تقدر تبدأ فيه. التخطيط حلو وجميل وبسمسم، بس للأسف احنا بنديله أكتر من حقه.
ناس كتير بتفشل في إنجاز مهمات مطلوبة منها، في الآخر مش بيعملوا حاجة. لو اعتبرنا إن المهمة لازم تخلص بنسبة 100%، فإحنا بنقعد نتعب نفسنا ونجهدها في تخطيط وتيكي تاكا إزاي أخلص المهمة في الوقت المحدد. فبندي حوالي 80% من البروسيس تخطيط، وال20% الباقيين شغل فعلي على التاسك اللي عندنا. فاحنا عكسنا الفكرة الأساسية للتخطيط. إنجاز المهمة الأساسية اللي عندك مش هدفها هو التخطيط. كل ده يعتبر رفاهيات ليك عشان تساعدك في المستقبل إنك تنجز المهمة بشكل أسرع وأكتر كفاءة. فلازم نبدأ نشتغل أكتر ما نخطط. ما تبقاش مثلا عاوز تروح الجيم وانت قاعد بتشتري في واي بروتين وتشترك في أنظمة غذائية أعلى من اشتراك الجيم وانت أساسا مش بتنزل الجيم. لا، انزل الأول وابدأ، وبعدين الحاجات دي هتعرف امتى تحتاجها مع البروسيس وهي ماشية. البرفكشنزم، أو نقدر نقول السبب في عدم تقدمنا. إنجاز المهام بشكل صحيح شيء جميل، بس عمرنا ما هنقدر نخلص الشغل بأحسن صورة. دايما الحلو فيه أحسن منه، الغني فيه أغنى منه، وهكذا وهكذا. بس إحنا دايما عندنا تعطش شديد للكمال، وقد إيه إن إحنا لازم نعمل أحسن حاجة موجودة في الدنيا عشان نكون راضيين عنها. بنفضل نعدل في إجاباتنا لحد آخر لحظة، وكمان بنفضل نراجع قبل الامتحان لحد آخر ثانية. بنخاف ما نعملش اللي علينا، بس في الحقيقة كل الكلام ده أصلا فيستك. فكر فيها كده، لما الكمالية تسيطر على كل تفكيرك وتمنعك حتى تفكر في أقل الأفكار، ده أكيد هيأثر على شغلك. ولا لما تكون مستني اللحظة المناسبة عشان تتقدم للبنت اللي انت عايز تتجوزها، في الآخر يجي يتجوزها ابن خالتها اللي عايش في الكويت. ده بحياتي يا عين. بس ما تخافش، كل ده ممكن ما يحصلش لو بطلت تفكر ان كل حاجة لازم تطلع بأحسن شكل، وبدأت انك تحتفل بأقل انجازاتك وطريقك اللي مش ثابت خالص للتطور. لو عملت كل ده اضمن لك انك تلحق تكون زي ابن خالتها اللي في الخليج. في ناس كتير بترمي اسباب فشلها ان هو في فرص قليلة، او ان هو مش عارف ينظم وقته، وحاجات كتير جدا. بس للأسف هو بينسى حاجة مهمة، وهي انه اصلا ما عندوش معرفة اساسية عن الحاجة اللي هو بيواجهها. يعني مثلا لو عندك مشكلة انك تحل تاسك معينة، فهتتكاسل عنها عشان تتجنب الفشل، وترمي بقى كل مشاكلك على التعب والتحفيز، وانت اصلا ما تعرفش حاجة عن الموضوع نفسه. في الاول لازم تفهم وتتدرب على الحاجة اللي هتواجهها، عشان اصلا مستحيل انك تعرف تعمل حاجة انت مش متعلمها او بتعرف تعملها. زي حاجات كتير في الدنيا، زي البرمجة، زي الألماني، تبدأ تنفذ عليها شغل، خصوصا البرمجة مثلا، علشان توصل لانك تبقى في مستوى معين تقدر تواجه بقى حاجات جديدة على الأساس اللي انت بنيته قبل كده. فانت بشكل بديهي لازم تتعلم الحاجة قبل ما تبدأ تنزل تتعامل معاها. يعني مثلا انت ما ينفعش تقولي اول ما تتخرج من كلية حاسبات انك انت عايز تفتح شركة برمجة. الكلام ده ما ينفعش، لازم تنزل السوق وتشتغل وتتعلم الشغل بيحصل ازاي في البرمجة، وازاي تعمل تيم، ازاي تدير بعد كده تيم. ما ينفعش تقولي هعمل شركة على طول، بديهيات، لان انت لازم تفهم الدنيا كويس قوي قبل ما تبدأ تنفذ اي حاجة انت عايز تعملها. وخليك دايما فاكر ان الرحلة دي مش مجرد سباق، لا دي مغامرة كبيرة هتعيشها بكل تفاصيلها والحلو والوحش اللي فيها. فأي مشكلة هتقع فيها هتعلمك بعد كده ازاي تحل المشكلة اللي جاية، وازاي تحسن كمان من نفسك. فلازم دايما تكون بتتعلم وبتعافر، علشان الدنيا ديت للأسف مش سهلة خالص، محتاجة انك تمسك فيها بإيدك واسنانك. وحاول دايما تقلل التوقعات، عشانك والله مش عشاني. ده هيساعدك انك ما تتصدمش بالواقع. وبس كده، ده فيديو النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي قريب. سلام.